بديت نوجد العولات تاعي وبديت بأقوى خلطتين طبيعيتين ليا ولعائلتي اللي نقاوم بهم البرد والتعب ونقوي بهم المناعة تاعنا. وربي سبحانه كي جمع التين والزيتون مع بعضهم ما جاتش هكاكا برك. حكمت التين المجفف تاعي غسلته مليح مليح وشوفوا لي الماء كيفاش خرج يعيف حشاكم. غسلته حوالي 3 مرات حتى ولا لي صافي، نخليه بجهه ونعمل نفس الشيء لكميه صغيره من الجوز. وزدت حمصت شويه جنجلانيه في الدار، نرجع لهذاك التين المجفف نقصو قطع صغيره بالطريقه اللي تشوفوا فيها، ونعمل نفس الشيء بالنسبه للجوز باش كي نجيو ناكلوها تجينا سهله في الاكل. وزدت لهم تاني حبات تاع التمر قصيتهم حتى هما قطع صغيره. نوجد درك المكونات تاعي كامل ونجيب بلاره نظيفه ومعقمه ونبدا نحط هذوك المكونات كامل فوق بعضهم ونغرقهم بزيت زيتونه تكون جديده وطبيعيه، وهكا راح تكون عندكم اقوى خلطه تنشط الذاكره، تقوي المناعه، تحارب التعب والارهاق، تنظم عمليه الهضم، توازن الهرمونات. المهم سقسيو ناس بكري برك يقولوا لكم على صحه الوصفه هذه. وش هي برك لازم تغطيوها وتخبيوها في مكان مظلم لمده 4 ايام باش تبدا المفعول تاع المكونات اللي فيها. بالنسبة للخلطة الثانية عملت تقريبا نفس المكونات، زدت لهم مكون واحد برك واللي هي زريعة الكابويا، واكيد الاضافات يعني تتحكموا فيها كيما تحبوا. حطيت الكرموز، زدت عليه شوية جنجلان، هذاك الجوز، وشوية تاع زرارة اللي كانوا متوفرين عندي في الدار برك، وغرقتهم بالعسل. ممكن الوصفة هذه راح تجي شوية مكلفة بسبب العسل فقط، بصح الكمية أخرى راكم تشوفوا فيها كمية قليلة، وملعقة واحدة منها هذه راح تعطيكم طاقة كبيرة تكملوا بها نهاركم كامل. على بالي بلي ناس بزاف معتمده هذا النوع من الخلطات، احكيوا لنا تجاربكم معاهم، خاصه الناس اللي تعاني من فقر الدم والامراض هذيك. قولوا لي واش رايكم فيها اذا مجربينها. باي باي.